جسمك مخزن ميه 3 4 كيلو لاي سبب عايز تنزلهم ومفكر ان انا هقول لك كل موز، بصراحه يعني لا مش هقول لك كده. اولا انت جسمك مليان ميه، صوديوم وشويه ميه متخزنه، حصل لك بقى انتفاخ وبقيت عطشان وحاسس بتقل. انا بقى هديك حل لكل واحده من دول. عاوز تخس كل الميه اللي متخزنه عندك نعمل، مفيش اي رغي في الموضوع. احنا هنعمل دايت ل3 ايام لحل لكل الحاجات دي. اول حاجه احنا هنبدا بكوبايه ميه، كوبايه ميه دافيه الصبح كده، عليها ليمونه وعليها شرايح جنزبيل. الميه عشان تعمل لك ترطيب كده لجسمك، والميه الدافيه بتحسن الهضم شويه. الجنزبيل بيهدي المعده لو حصل تهيج، بس لازم يبقى حاجه بسيطه قوي. والليمون طبعا فيه بوتاسيوم عالي ومضر للبول عشان ينزل لك الميه، وفيه فيتامين سي، فركزوا معايا. الدايت بقى بتاع ال3 ايام هيبقى عامل ازاي؟ طبعا هناكل موز اللي انا قلت عليه، طبعا ده الفاكهه الاهم على الاطلاق لان فيها بوتاسيوم عالي. فاحنا هنفطر موزه وحلوه كده كبيره كده، معاها زبادي يوناني هاخد فيه البكتيريا النافعه، وممكن يبقى زبادي عادي معاه بيضتين لو انت جوعت يعني، ويتحط عليهم معلقه زيت زيتون. ما تاخدش اختيارات تانية، هم 3 ايام بس. بين الفطار والغدا ما تاكلش اي حاجه، بس اشرب ميه كتير جدا. الغداء هتاخد سلطه، السلطه بتاعتك هتحط عليها بقدونس وكرفس وليمون، ودول من اهم الحاجات، وخيار عشان يبقى برضو بناخد بوتاسيوم عشان نظبط بقى نسبه الاملاح اللي حصل فيها مشكله. والليمون بالمناسبه مهم لانه بيظبط البي اتش اصلا بتاع جسمك يعني. معاها هناخد 150 ل 200 جرام بطاطس، بس دي على حسب وزنك. مش هناخد نشويات الا من البطاطس بس، ده مهم جدا. وهناخد معاها لحمه، فراخ، سمك، تونه، عادي براحتك انت خالص. والعشاء هناخد زبادي يوناني تاني عشان ناخد البكتيريا النافعه، ولو جوعت بالليل برضه هنحط بيضه. هنشرب شاي بقدونس وكرفس، هناخد 3 في اليوم. عايز تشرب 3 لتر ميه، ولو عندك صداع او دوخه حصلت بعدها فلازم نعلي نسبه البوتاسيوم اكتر من كده شويه. وعاوز لو تعرف من ربع ساعه لنص ساعه مشي في الشمس كده عشان برضه تظبط نسبه الاملاح والمعدن. ما حصلش حاجه يعني، عادي وقشطه وكمل. احنا متفقين ان الدايت الابطال، واحنا كده كده ابطال.